رسالتي هذه أوجهها لكل من صعدوا على أكتاف الآخرين وأرخوا بأرجلهم من على أكتافهم مستغلين طيبة قلب الطرف الآخر، ولكنهم وبطبيعة الحال نسوا أو تناسوا أن الدنيا إذا ما ضحكت لك في يوم من الأيام فإنها ستبكيك دهرا. وتلك اليد التي امتدت إليك لتخرجك من وحل سوء الأفكار ومن شر ما اقترفت يداك ومن سوء فكرك الذي ألقيت أنت به نفسك، فإنها سوف تسحب نفسها وتختفي إلى الأبد. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه دائما ما يردد في داخله: لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا ما توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وطبيعة النفس البشرية وللأسف فإنها في حال حصلت على ما تريد هرولت وراء شهواتها الدنيوية، تاركة خلفها من مد لها يد العون، متثاقلة أن تقول كلمة واحدة مؤلفة من 4 أحرف ألا وهي شكرا. في هذه الدنيا كثيرا ما نفعل الأشياء الخيرة الطيبة ونبذل قصارى جهدنا لإسعاد الآخرين سواء بكلمة أو بفعل، يأتون إلينا من باب الشفقة والمودة والرحمة ليجدوا فينا منجما من العطاء والإيجابية، ثم تتجلى خطتهم بالتحول إلى مصاصي دماء. وكثيرا أيضا ما نلاقي جزاء هذا الإحسان قد تجسد بصورة نكران أو تجاهل ممن أحسن إليه عملا. فأتذكر المقولة المشهورة: اعمل الخير وارمه وين؟ في البحر. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا البحر الذي نرمي به الإحسان يعطينا من خيراته الكثير. سئل أحد السلف: ألا يضيق صدرك من تجاهل معروفك من قبل من تحسن إليهم؟ قال: أصلا ما انتظرته حتى أحزن، يكفيني أن الله يقول إن الله يحب المحسنين، لهذا اصنع الخير واصنع الإحسان ما دمت حيا، فيكفيك أن الله عز وجل شانه يعلم أنك محسن. فلهذا كن كيوسف عليه السلام، كن محسنا وإن أظلم عليك الزمان، كن محسنا وإن ظلمك الناس، كن محسنا وإن أساءوا الناس لك بسمعتك، كن محسنا وإن تطاولوا عليك، فيكفيك أن الله عز وجل شانه يعلم أنك محسن. فالناس معادن، منهم كالذهب والفضة ومنهم من لا يسوى درهما واحدا، فأنت تتعامل بناء على أصلك لا أصولهم. ابقى وارتفع واسمو للسحاب، فالأرض لن تعانق السحاب بل السحاب ينزل حتى يعانق قمم الجبال. فأنت كن ذهبا وتواضع وانزل للناس مع بقاء أصلك وأن يطلق عليك سحاب. لهذا إياكم أن تختلف معادنكم بحسب اختلاف الناس لكم، حافظوا على جوهركم واعلموا أن الناس منهم من يبنى على مصلحة ومنهم من يبنى على حب ومودة. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناس أعطاهم مال حتى يؤلف قلوبهم، وأطلق عليهم المؤلف قلوبهم، ويهديهم للحق وبذل ما بذل حتى يؤلف القلوب. فما ظنك برجل وقع في دين في كذا في كذا؟ نحتاج لتأليف القلوب. ألف القلوب، أصلح ما استطعت. لا نطالبك أن تسع الناس بمالك، فلن تستطيع، لأن الذي يسع الناس بماله هو الله، أنت لن تستطيع.